السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ أنا مستر محمد حسن، والنهاردة هنشرح الدرس الثالث بعنوان البيانات الشخصية، وده من أهم الدروس اللي بتخلينا نفهم يعني ايه بياناتنا الشخصية وازاي نحافظ عليها ومين ليه الحق يشوفها أو يستخدمها. خلي بالك، في زمن الإنترنت والسوشيال ميديا بياناتك الشخصية بقت كنز، يعني اسمك، رقمك، صورتك، عنوانك، كل دي بيانات لو وصلت لحد غلط ممكن تسبب لك مشاكل كبيرة جدا. طب نبدأ من الأساس، إيه هي البيانات الشخصية؟ البيانات الشخصية هي أي معلومة تخص شخص معين، يعني كل بيان أو معلومة متعلقة بشخص طبيعي محدد أو أقدر أحدده سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. طيب زي إيه بقى البيانات الشخصية؟ زي الاسم والعنوان، تاريخ الميلاد، النوع، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والصورة، وتسجيلات الصوت أو الفيديو، ورقم البطاقة، ورقم جواز السفر، ورخصة القيادة، وأي بيانات تانية أقدر أحدد منها الهوية بتاعت الشخص، سواء هوية نفسية أو صحية أو اقتصادية. كمان المعلومات الحساسة، وكمان بيانات القياسات الحيوية أو البيومترية. زي إيه؟ زي بصمة الصباع وزي بصمة العين. طيب عندنا 3 أنواع من البيانات، حاجة اسمها البيانات الأساسية، وحاجة اسمها أرقام الهوية الشخصية، وحاجة اسمها البيانات الشخصية الحساسة. البيانات الأساسية زي الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد والنوع، إنما أرقام الهوية الشخصية دي الأرقام اللي موجودة في جوازات السفر أو رخص القيادة أو بطاقة الرقم القومي. البيانات الشخصية الحساسة زي العرق والديانة والآراء السياسية والانتماءات النقابية والحالة الصحية والاقتصادية والسجل الجنائي، ودي بيانات محتاجة عناية أكبر علشان لو اتسربت أو اتكشفت ممكن تسبب ضرر لصاحبها. ودي بتكون بيانات أخطر شوية لأنها بتخص حاجات خاصة جدا بالشخص. طب هل في قوانين بتحمينا؟ أيوة طبعا، في حاجة اسمها قانون حماية البيانات الشخصية، وده قانون معمول مخصوص لحماية بيانات أي شخص، اسمه قانون حماية البيانات الشخصية. القانون ده بيقول إن مفيش أي جهة يحق ليها تجمع أو تخزن أو تستخدم بياناتك إلا بموافقتك. يعني لازم الجهة تقولك البيانات دي هتتجمع ليه وهتستخدمها في إيه ومين اللي هيشوفها، وده كله علشان يضمن إن محدش يستغل بياناتك بدون إذنك. كمان القانون بيمنع مشاركة البيانات مع أطراف تانية، يعني شركتك أو التطبيق اللي بتسجل فيه ما ينفعش يبعت بياناتك لأي جهة تانية إلا لما توافق بنفسك، وده لحماية خصوصيتك، وده اسمه توفير البيانات الشخصية لأطراف ثالثة. طب إمتى ممكن يشاركوا البيانات دي من غير إذن؟ ممكن يعملوا كده في حالة إن القانون بيسمح بده، أو لما تكون مصلحة عامة، أو لما تكون البيانات دي مطلوبة لتنفيذ حكم قضاء، أو في حالة الطوارئ اللي لازم يتصرفوا فيها بسرعة، أو لما يكون البيانات دي مهمة علشان نحمي شخص أو نحمي حقوقه. طيب نخش على جزء مهم جدا وهو الخصوصية وحق الصور. لكل شخص حق في الخصوصية، يعني من حقك محدش يتجسس عليك أو ياخد معلوماتك أو صورتك من غير إذنك، وده حق دستوري عام. يعني إيه حق دستوري؟ يعني موجود في الدستور بتاعنا المادة 57، وده بيحمي الحياة الشخصية للفرد أو الحياة الخاصة للفرد، وده أوسع من حماية البيانات الشخصية. ليه؟ لأن حماية البيانات الشخصية هي فقط بتركز على كيفية جمع ومعالجة وتخزين المعلومات المتعلقة بالفرد، إنما الحق في الخصوصية هو أكبر من كده لأنه بيشمل الحياة الخاصة كلها. طيب كمان عندنا حقوق الصور، وده حق الفرد إنه يمنع الآخرين من تصويره، يعني مش من حق حد إنه يصورك أو يستخدم صورتك بدون إذنك، وده محمي بالقانون المصري والدستور كمان. طيب إيه هو حق الدعاية بقى؟ حق الدعاية ده حق بيهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية للناس المشهورة. يعني حضرتك ما ينفعش تاخد صورة لشخص مشهور وتطبعها مثلا على تيشيرت وتبيع التيشيرتات، فكده حضرتك بتستغل الشخص ده علشان تحقق ربح منه، ده اسمه حق الدعاية. فحقوق الدعاية هي بتهدف لحماية المصالح الاقتصادية للمشاهير في إن حد يستغل صورتهم أو سمعتهم لأغراض تجارية أو أغراض دعائية. وأخيرا حماية البيانات في الشركات والمنظمات. الشركات لازم يكون عندها 4 حاجات أساسية. رقم 1 هي سياسة الخصوصية، ودي السياسة اللي بتحطها الشركات
علشان توضح للناس ازاي هيجمعوا وازاي هيعالجوا وازاي هيحموا بيانات العملاء. مثال بسيط، لما تيجي تفتح تطبيق زي الفيسبوك او الانستجرام او الواتساب هتلاقي في الاعدادات حاجة اسمها سياسة الخصوصية، بيقول لك فيها مثلا احنا بنجمع رقم الموبايل والايميل بتاعك علشان نقدر نوصلك بحسابك وتقدر تستخدم الخدمات، وبيوضحوا كمان هل بيشاركوا البيانات دي مع جهة تانية ولا لا، وده كله قانوني وبيحافظ على الشفافية. الحاجة التانية هي ترخيص مركز حماية البيانات الشخصية، وده ترخيص بياخدوه من الدولة علشان يتأكدوا ان الشركة بتحافظ على بيانات الناس بطريقة قانونية. القانون المصري بيقول ان اي شركة او مؤسسة بتتعامل مع بيانات الناس لازم تاخد ترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية. طيب ناخد مثال، لو في شركة تسويق إلكتروني بتجمع بيانات العملاء زي أسمائهم أو أرقامهم أو الإيميلات علشان تبعت لهم عروض، الشركة دي لازم تكون مسجلة رسميا وواخدة ترخيص من المركز ده، وده معناه إنها بتتعامل مع البيانات بطريقة آمنة وتحت رقابة. طب لو الشركة دي عملت الكلام ده من غير ما تاخد الترخيص ممكن تتعرض لغرامة أو وقف النشاط نهائي، لأنها كده بتعتبر بتجمع بيانات بشكل مخالف للقانون. نظام الموافقة المسبقة، يعني الشركة لازم تاخد موافقتك قبل ما تجمع أو تستخدم بياناتك، وده ببساطة يعني إن مفيش جهة ليها الحق تجمع أو تستخدم بياناتك إلا لما تقول لهم تمام أنا موافق. مثال، لما تنزل تطبيق جديد على الموبايل بيظهر لك إشعار يقول هل تسمح للتطبيق بالوصول إلى الصور وجهات الاتصال والموقع الجغرافي، لو دوست موافق يبقى أنت وافقت على جمع البيانات دي، لو رفضت التطبيق ملوش حق يجمعك. وده هو بالظبط نظام الموافقة المسبقة، يعني كل حاجة لازم تكون بإذنك الأول. آخر حاجة هو نظام الاعتراض، وده معناه إن لو مش عاجبك طريقة استخدام بياناتك من حقك تعترض، والشركة لازم توقف أي معالجة للبيانات دي لحد ما يتحل الموضوع. وده النظام اللي بيديلك حق تقول لأ في أي وقت، يعني حتى لو كنت وافقت في البداية من حقك ترجع وتقول أنا مش عايز بياناتي تستخدم تاني. يعني مثلا لو بتوصل لك إيميلات تسويقية من موقع معين وفي آخر الرسالة تلاقي جملة مكتوب فيها اضغط هنا لإلغاء الاشتراك، لما تضغط الشركة لازم توقف فورا إرسال الرسائل دي ليك، ده يعتبر نوع من حق الاعتراض. في النهاية الدرس ده مش مجرد قوانين أو مصطلحات، ده بيتكلم عنك أنت وعن أمانك على الإنترنت، فحافظ على بياناتك وما تشاركهاش مع أي موقع أو تطبيق إلا لو متأكد إنه آمن. اقروا دايما سياسة الخصوصية قبل ما توافق، ولو حسيت إن بياناتك بتستخدم غلط ما تسكتش، اعترض وارفض وبلغ عن الموقع. شكرا لكم وانتظروني في درس جديد.